السلام عليكم. أسعد الله أوقاتكم، جمعة مباركة، وتقبل الله صلاتكم وصيامكم. عزيزي المشاهد، بلاغ عاجل من إدارة النادي الإفريقي. سنتعرف معكم عن رد إدارة النادي الإفريقي على الترجي وآخر المستجدات المتعلقة بالفريق قبل المواجهة المنتظرة أمام فريق نجم المثلوي، وذلك ضمن الأسبوع السابع من الشطر الثاني من الرابطة المحترفة التونسية لكرة القدم. فسعيد جدا بتواصلي معكم، التواصل مع المشاهدين ديال هذه القناة المحبين. فما تنساوش أول مرة إلا كنتي غتشوف القناة فما تبخلوش علينا بواحد لايك، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد، ونبداو على بركة الله. إذا الحمد لله تلقينا واحد الخبر صار قبل قليل يفيد لأنه النادي الإفريقي استرجع 3 لاعبين قبل المواجهة المنتظرة أمام نجم المثلوي يوم الأحد 1 مارس 2026 ابتداء من الساعة 2 بعد الزوال، طبعا الثانية بعد الزوال بملعب رادس. طبعا إذا محمد صادق محمود جاهز 100%، أيمن الحرزي جاهز 100%، وكذلك أسامة السهيلي جاهز 100%. إذا 3 ديال اللاعبين غادي يكونوا جاهزين في حلة جديدة إن شاء الله، ونتمنوا الانتصار اللي غادي يفرح الجمهور بعد سلسلة انتصارات رائعة حققها الفريق. إذا بخصوص الخبر اللي توصلنا به قبل قليل، قبل ما نتعرفوا معكم على البلاغ ديال النادي الأفريقي، فقبل قليل إدارة النادي الأفريقي ردت على الترجي الرياضي بخصوص حكم ديربي العاصمة في كرة اليد. إذا موقف النادي الأفريقي كان صريحا حول طاقم تحكيم ديربي العاصمة. فطبعا كما قال النادي الأفريقي على أن طلبات الترجي الرياضي المتكررة هدفها الضغط على إدارة التحكيم، الثقة التامة في التحكيم التونسي. هذا ما جاء على لسان إدارة النادي الأفريقي. تعيين طاقم أوروبي دولي في حال تمسك بتعيين أجانب للمباراة، التمسك بعدم تعيين حكام من دول عربية. إذا اليوم إدارة الترجي تضغط على التحكيم من أجل جلب حكم أجنبي، وإدارة النادي الإفريقي تقول لدي كل الثقة في الحكم التونسي. فبرافو، هذه هي الإدارة ديال النادي الإفريقي اللي كتمتع بالخيارات ديالها والتشبت بالهوية ديالها، اللي هو حكم تونسي اللي غادي يقود هذه المباراة. لكن حتى الآن نتمناو يخرج شي قرار رسمي يحدد لنا شكون هو الحكم الذي سيدير هذه المباراة في كرة اليد. إذا توصلنا قبل قليل بواحد البيان رسمي من إدارة النادي الأفريقي تجاه كل اللاعبين قبل الجولة القادمة. إذا هذا ما جاء في البيان. إدارة النادي الأفريقي أكدت على أنه في حال ضمان الترشح إلى دوري أبطال إفريقيا وتقديم مشوار قوي في دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية، فإن حلم التواجد ضمن كبار القارة سيعود بقوة، ولما لا التفكير في سباق التأهل إلى كأس العالم للأندية. الجماهير الإفريقية تعلم جيدا أن اسم النادي الإفريقي عندما يحضر في المسابقات القارية فإنه لا يكون مجرد مشارك، بل رقم صعب في المعادلة. أحسنتي يا إدارة النادي الإفريقي على هذا البيان أو هذا البلاغ، برافو. اليوم إدارة كتوضح اللاعبين الرؤية القادمة بالنسبة للمستقبل، قالت لهم على أنه بإمكانكم لأنكم تمشيوا إلى أبعد نقطة اللي هو المونديال ديال الأندية في حال لأنكم لعبتوا دوري الأبطال وكذلك الأدوار الإقصائية. فبرافو، وعندي كل ثقة لأنه الفريق سيذهب بعيدا هذا الموسم ما دام الفريق الآن طبعا يحصد الأخضر واليابس.
فبرافو برافو، وكنتمنى الازدهار لهذا الفريق، وان شاء الله ما يكون غير الخير، ونحققوا المبتغى ديال هذا الجمهور اللي كيعشق النادي الافريقي حتى النخاع. فبرافو وتحيه طيبه، وغادي نتلاقى ان شاء الله بكم في حلقه اخرى تخص كل ما يدور في الكواليس والنادي الافريقي.